في إجراء أقرب إلى أن يوصف بالمعجزة بعالم الطب، تمكن أطباء من إعادة رأس رضيع عمره 16 شهرا إلى عنقه بعد أن انفصل جراء حادث سير. وكان الطفل جاكسون تايلور برفقة أمه وأخته ذات 9 أعوام مسافرين على متن سيارة العائلة حين وقع الاصطدام بسيارة أخرى سرعتها 70 كيلومترا بالساعة، حيث تسببت قوة الحادث الذي حصل في بريسبن عاصمة ولاية كوينزلاند بأستراليا بفصل رأس الرضيع عن عنقه قبل أن يتمكن الفريق الطبي من إعادة الرأس إلى مكانه خلال عملية جراحية استغرقت 6 ساعات. وقاد الفريق الطبي الجراح غيوف عاسكن أو شيخ جراحات العمود الفقري كما يطلق عليه، والرائد في هذا النوع من الجراحات الدقيقة، إذ أعاد الجراح توصيل الرأس مستخدما أسلاكا وجزءا صغيرا من أحد أضلاع الطفل، كما صرح لأحد المنابر الإعلامية أن هذه العملية المعقدة كانت أسوأ جراحة شهدها على الإطلاق. في النهاية لا تبخلوا علينا بإعجاب لتقييمنا أو تعليق صغير لدعمنا، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة.